فاتمنى ان حد يوصل الصوره دي لديانج. يمكن ديانج بالضغط يبقى يقرب المسافه اكتر من كده شويه، عشان الاهلي ما تبص عنده اوضه اللبس. لكن اللي هيبقى مسافته بعيده ومحتاج يقف على رجليه اكتر محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان هيلاقي منافسه قويه لو فضل ديانج مع مروان، بوجود زيزو، بوجود امام. لا، محمد علي بن رمضان عايز هو اللي يقدم اكتر عشان يلاقي له مكان، زيه زي قفشه. طاهر، دول اليومين اللي قبل ما حسين الشحات يرجع من اصابته، اللي لازم انت ترجع لمستواك وتجيب مستواك اللي كنت بتنهي بيه مع كولر، وتجيب مستواك اللي كنت بيه مع حسام حسن عشان تحافظ على مكانك. دي فرصه. اتمنى بقى المره دي ان فعلا، وانا كل مره كنت بقول لكم ان الاهلي لازم يدور على باك يمين، مش عشان يبقى اقوى من محمد هاني، عشان محمد هاني عايز تحافظ عليه. لازم يكون عنده حد يريح عليه، يقدر المدير فني في مباراه سهله يديله راحه. عمر كمال عبد الواحد ما قدرش يشغل ده، ما قدرش يحافظ على مكانه انه يبقى باك يمين للنادي الاهلي، ومحمد هاني مصاب او تعبان او مرهق او مش قادر يأدي. لو مش قادر يأدي في المباراه هيطلع ومين ينزل؟ يمكن كريم فؤاد بعودته لمستواه وانه يشترك في البطوله العربيه مع كابتن حلمي طولان ومع منتخب مصر يبقى موفر نفس للنادي الاهلي. لكن غير كده النادي الاهلي محتاج باك يمين ضروري جدا، قبل التفكير في حامد حمدان وقبل التفكير محتاج باك يمين. زي ما احنا شفنا المباراه النهارده، انت عندك لعيبه خط وسط بالتصويبات تقدر، تريزيجيه يقدر يحرز لك هدف، امام. مش كده؟ وانا كنت بتكلم معاكم قلت لكم الاهلي هيجيب مهاجم بس مش الضغطه اللي كانت وامام مش موجود فيها، لان بوجود التصويبات لامام ونفس لتريزيجيه، وان تريزيجيه ما يبقاش مضغوط وحاسس انه شايل الفريق كله على كتفه، وتوزيع الحمل ده بينه وبين زيزو، بينه وبين اشرف بن شرقي، بينه وبين امام، لا هيخلي تريزيجيه مركز في الملعب اكتر واكتر. يمكن عدم اشراك تريزيجيه في معسكر المنتخب فاد تريزيجيه، الراحه السلبيه اللي خدها فادته. مستواه النهارده رائع، نجم المباراه، هدفين، تصويبات، جري، لا مختلف. هو تريزيجيه ده جزء من مستواه اللي الاهلي عايزه منه. مبروك للنادي الاهلي. ما تنسناش الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس. انتوا احلى اصحاب، احلى اخوات قناه شوت ونشوط. منوره بيكم اخوكم